كيقول لك لا دويلينا على مطيشه، راه خاصني نعاود معاك بعدا ترتيب الاولويات. اما مطيشه نهار دوينا عليها راه ما كان كيدوي عليها حتى واحد. يقول لك اسيدي ملي كان هما كيهضر على الاسعار والله ما كان شي واحد كيهضر على الاسعار. اسمع خوتي هذه نهار دوينا على الغلاء والله ما كان كيدوي عليه حد. شوفوا اخوتي المغاربه هانتوما من هذا المقال اقسم لك ورب العزه وجلاله، شوفوا الحلف اللي عاطيكم تحدي وهوجي وقطعوا هذا الفيديو. الا جاب لي فيديو يجيب فيديو هو كيهضر على الاسعار، هو فيديو ولا مكتوب اللي بغى تدوينه، ولكن في ديك اللحظه ما كان حتى واحد كيهضر على الاسعار الا هو. والله تنعتذر لك، والله لا باقي ندير فيديو في هذه القناه ولا باقي تشوفوني، والله تنقطع مع الصحابه. اي جناب بدا يتقنطر علينا حنا. والشيخ العمري مع كامل ما تبقاش تعمل ديك قنطر شير. غتقول لي باجي واش فالحين نتوما للحياه؟ نقول لكم قلنا قال الله قال رسول الله، راه ما عندناش حاجه اخرى حبيبي. الرسول عليه السلام كان كيهضر في الاسواق وفي الاقتصاد، عمر بن الخطاب كيهضر في الاقتصاد، جبتونا اليوم واحد الاسلام ديال حشومه. اما اقسم بالله لو تكلمنا في من اخطا في حقنا لاوجعناه، لو تكلمنا فيهم لاوجعناهم. واحد القضيه نقول لك السياسي العماني، نتمنى هذه بغيت نقولها لك بيني وبينك، هذه رساله ما تبقاش تقول انا ما قدرتش نجاوب ولا اوجعناهم، والله ما تقدر. ما عندكش شي كلمه ممكن تجيب عليها اثبات قانوني ما تقولهاش. انت كتقول ما تجاوبش ولا اوجعناهم، لا حيت انت عارف كاينه تسجيلات عندك صوتيه بالصوت الصوره مورطاك. وعندنا اقسم لكم بالله لا عندنا، راه حنا كلنا داخلين وسط خليطه وحده، لو نشيروا على بعضياتنا حتى نمكن لاهل الفساد والافساد ياكلون بالفابور. اهل الفساد غيطيحونا بغير يشربكونا. عسى ان يكون في من نخاطبهم من يرقى بمستوى وعيه فيسير الى يعني بحسب الخط الصحيح.